انت ولا انتي اللي كتفرج فيه الا عندك طوموبيل مازوت وعندك فيها شي مشكل ديال لي زانجيكتور، دير لها زيت ديال الطياب وتفكرني. هذه هي اكبر اشاعه ممكن تستعملها في الطوموبيل ديالك، حيت غادي تدمر هذاك الموتور بصفه نهائيه وغادي تخسر فيه فلوس خياليه. علاش؟ لان زيت الطياب اخواني مديوره للطياب، ما مديوراش لي زانجيكتور. كانت في واحد الوقت في التسعينات، ملي كانوا عندنا لي زانجيكتور عاديين كنا كنديروا لهم هذه العمليه هذه وكانت كتنجح، وكاين اللي ما كتنجحش معاه. اما دابا انتيردي وممنوع منعا كليا انك تفكر دير زيت ديال الطياب في الريزيرفوار، لانك ببساطه غادي تخرج على هذاك الموتور. بالاخص دابا عندنا محركات اختلفوا بزاف بزاف. كتعرفوا عندنا اش دي، تي دي، ودي سي، وهادو كلهم انظمه الحقن المباشره اللي كاينه حاليا في الطوموبيلات، وهي اخر ما وصلت لها التكنولوجيا في الديزل، لان التكنولوجيا بدات من الالفينات وهي كديفلوبا حتى ل 2026، واليومنا هذا باقا خدامه. لان كنهضروا على الهوت بريسيون، اي ضخ ديزل بواحد الضغط اللي هو عالي وعالي عالي جدا، وكيتحكم كله هاد السيستم بار الكترونيك، اي الكالكيلاتور موتور هي اللي كدير ليا جيستيومون ديال هاد السيستم هذا. فما يجيش شي واحد ويكذب عليك ويقول لك سير دير زيت الطياب في المحرك ديالك وراه غادي يولي مزيان. هذه هي اكبر شائعه ممكن ديرها. الا كان عندك بروبليم تقدر تستعمل مواد واضافات اللي هي خصيصه لهذه المساله هذه وما تخافش منها، او لا كتمشي وكتصلح المشكل ديالك من الاصل ديالو ومن الجذر ديالو. كونوا على يقين الاخوان في كل حاجه كان فيها تشخيص مبكر او لا كان فيها واحد التشخيص اللي هو دقيق وصحيح، فكنقص عليك المصاريف وكيعطيك واحد النتيجه اللي هي مرضيه لا ليك ولا المعلم اللي كيخدم ليك. اما باش تقول لي مثلا غادي نمشي وغادي ندير زيت الطياب او غادي ناخذ واحد الرابعه ديال الزيت مثلا وغادي نمشي وغادي نديرها في واحد الموتور اللي هو اش دي او لا تي دي او لا دي سي، فهذا راه كله الاخوان تخربيق. رجاء الاخوان ما تطيحش في هذا المشكل هذا وما تطيحش في هذا الخطا هذا، لانه مكلف بزاف. ما تنساش دير متابعه للصفحه، تبارطاجيها مع غيرك باش المعلومه توصل، وهكا كينتشر بيناتنا المعلومه الصحيحه. سكان اوتو اكسبير كيحييكم.